يقينا على التحالف الدولي بقيادة السعودية التي تشارك مصر فيه بقواتها، جزء من قواتها البحرية وجزء من قواتها الجوية. لا بس السؤال، هل هي مهام جديدة هتوكل للقوات المسلحة لا خارج لا حدود لا البلاد؟ لا أعتقد ذلك، لأن أنا أتصور أن التوجه العام النهاردة في جميع أنحاء العالم، ويمكن تكون المملكة السعودية العربية الشقيقة يمكن كمان بتقدر هذا الموقف، ان احنا بنحاول ان احنا نجد حلول سياسيه للازمات اللي موجوده، خاصه في اليمن وسوريا على وجه اليقين والدقه، لان هاتين القضيتين لكن تدخل عسكري لقواتنا في اليمن بالغا على الامن الجماعي العربي والامن الجماعي الخليجي والامن القومي المصري على وجه اليقين. لكن السؤال عن تدخل عسكري، وكان في مطالبه به بريا يعني في الوضع في اليمن، ده مستبعد ولا دي مهمه جديده ولا ايه بالظبط يا فندم؟ لا طبعا مفيش مهمه جديده ولا حاجه، لان انا بقول البحث النهارده على الحلول السياسيه اللي هي الاجدى، ويكفي علينا ان احنا بنحارب الارهاب لوحدينا، يعني بالنيابه او بالوكاله عن المنطقه بالكامل. يعني يمكن التحالف الدولي بقياده الولايات المتحده او حتى التحالف الدولي بقياده روسيا من جهه اخرى بتركز على تنظيم واحد وهو تنظيم الدوله الاسلاميه داعش. لكن انت النهارده عندك عده تنظيمات موجوده في سيناء، وان كانت تم حصرها في حيز ومساحه ضيقه جدا. لو احنا بنتكلم في 50 كيلو 50 كيلو، يعني 50 كيلو طول 50 كيلو عرض، يعني 250 كيلو متر مربع. نعم. يعني انت احنا عندنا سيناء كلها 61,000 كيلو متر مربع، يعني ما تجيش واحد